حد قال لك قبل كده ان نسبه اصابه الستات بالرباط الصليبي 3 اضعاف نسبه اصابه الرجاله؟ طب ليه ما بنسمعش غير عن اصابات الرجاله؟ هل الرجاله فعلا هم ضحايا اصابه الرباط الصليبي ولا دي بس دراما ملاعب؟ اصل احنا كل اللي بنسمعه ان لعيب كوره راجل اتصاب برباط صليبي، بس الاحصائيات بتقول عكس كده. يمكن عشان اغلب الستات مش بتلعب في الدوري، او يمكن عشان لما الست بتتعب تسكت وبتكمل، مش من اول دمعه بنشوفها بتمثل على التراك لحظه الوداع الاخير. بس الحقيقه العلميه تستحق ان احنا نركز شويه ونسال نفسنا ليه الرباط الصليبي بيجي للستات اكتر من الرجاله؟ الموضوع مش ظلم كوني ولا حاجه، بس الدراسات اثبتت ان جسم الست مختلف فعلا. اول حاجه الحوض عند الستات بيكون اوسع من الرجاله، وده بيغير زاويه الضغط على الركبه، فبالتالي الرباط الصليبي بيستحمل عبء اكتر من الطبيعي في كل حركه مفاجئه. وكأن ده مش كفايه، تيجي الهرمونات تكمل على الباقي. الهرمونات الانثويه بتاثر على مرونه الاربطه، بتخليها اطرى واضعف ضد الشد والجذب والحركات المفاجئه. ده غير ان هم مش بياخدوا بالهم من طريقه اللاندنج بعد ما ينطوا، وبينزلوا ورجلهم مفروده تماما، ودي لوحدها كارثه على الرباط الصليبي، لانه ساعتها بياخد الصدمه كلها لوحده. طب والحل؟ اكيد مش هنقعد في البيت. الموضوع ليه حلول بسيطه جدا بس محتاجه التزام، واولهم انك تتمرني بذكاء. يعني ركزي على تقويه العضلات حوالين الركبه عشان تقدري تحمي الرباط الصليبي. تاني حاجه اتعلمي ازاي تنطي وتعملي لاندنج صح. خلي ركبتك دايما متنيه شويه وانت بتنزلي عشان توزعي الضغط وتخففي الحمل عن الرباط الصليبي. وما تنسيش تسخني كويس قبل اي مجهود. والاهم من ده كله ما تتجاهليش اي وجع مهما كان بسيط، ولو حسيتي ان في حاجه مش طبيعيه روحي اكشفي، ما تستنيش. ودمتي دايما في حركه وصحه.